السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام في فيديو جديد. حفصة تخرج عن صمتها وترد على الجدل حول ظهورها مع المدعو أنس الشيب بعد الجدل الواسع الذي رافق زيارة صانع المحتوى الأردني أنس الشيب إلى الجزائر. خرجت صانعة المحتوى الجزائرية حفصة محيو عن صمتها موضحة في فيديو تفاصيل ما حدث. أكدت حفصة أنها لم تستقبل أنس الشيب كما تم تداوله، بل كانت على طائرة مختلفة وتم استقبالهما معا في مطار الجزائر ضمن تزامن غير مقصود. وأضافت أن أنس شيب يبلغ من العمر 22 سنة فقط وتعتبره كأخ صغير، مشيرة إلى أن اللباس الرياضي الذي ظهرت به في الصور كان محترما ولا يتضمن أي تجاوز، موضحة أنها كانت لاعبة كرة يد سابقا، ما يجعل ارتداؤها مثل هذا اللباس أمرا طبيعيا. كما كشفت حفصة عن تعرضها لحملة تشويه منظمة من طرف أشخاص تعرفهم قاموا بإنشاء حسابات وهمية بهدف الإساءة إليها، مؤكدة أنها ستقاضي كل من تورط في القذف والتشهير، وأنها تثق في العدالة الجزائرية لاسترجاع حقها ورد اعتبارها.